اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج استشارات طبيه من شركه الدوليه فارما. طبعا مكملين مع بعض حلقات رمضان. النهارده الحلقه السابعه. كان اكتر سؤال جالنا على الاسك هو اكسده البشره. طيب كذا حد بتقول لي يا دكتور انا بغسل وشي بالغسول وبعد ما بغسل وشي بيبقى نظيف ومنور، ولما بينشف بعديها ب5 دقايق بربع ساعه ببص الاقي وشي بهت وقلب او لون معايا ما بقاش فيه نضاره. ليه بقى؟ هنا عايزين نعرف الاجابه وعايزين نعرف السبب وعايزين نعرف الروتين الصح بعد ما بستعمل الغسول هعمل ايه عشان ما اوصلش لده. اول حاجه زي اي حاجه موجوده بنكب عليها ميه او بنحط عليها ميه، وجود الميه على وشنا مع الضوء بيعكس لمعه او بريق كويس. زي ما بنحط الغسيل على الحبل او بنحط اي حاجه بيكون فيها موجود فيها ميه، وانس ان الميه دي اتسحبت وحصل بالانس وطلعت للانفايرمنت او طلعت للوسط المحيط، زي بالظبط بشرتنا كده بتطلع للوسط المحيط، ده برضه بيحصل للبشره، بتنشف وجزيئات الميه بتنشف، فبالتالي الضوء لما بيسقط على البشره مباشره فمش بيبقى فيه البريق او اللمعان ده. فده سبب من الاسباب اللي بيظهر طبعا موضوع البهتان. تاني حاجه عندي وهو الزيوت بتاعه البشره. زيوت البشره بتاعتي انا اللي بتفرزها لو انا ما غسلتهاش بغسول مناسب او لو انا ما نضفتهاش كويس بتبدا تكون موجوده الزيوت. اول حاجه البرودكت اللي انا حطاها، الكريمات اللي انا حطاها او الفاونديشن كريم الاساسي اللي فيه اويلز او زيوت، ده بيبقى طبعا وانا بطلع في الشمس بره بتنزل اشعه الشمس بتاكسد لي الزيوت اللي موجوده دي وبتكون سبب في الاكسده. او على الصعيد الاخر انا لو موجوده في البيت وفي اضاءات في البيت فيها مصدر لليو في او الاشعه الفوق البنفسجيه، دي برضو بتكون سبب للاكسده اللي بتنزل على زيوت البشره. اول حاجه اللي انا حطاها على بشرتي بتاكسدها لي، يبقى دي عندي الاسباب اللي اقول ليه بشرتي بتاكسد او بتغمق. طيب انا مع الوقت بشرتي بيبقى طبعا لما بتتاكسد من الشمس وبينزل عليها اشعه وبتتاكسد بتتكون حاجه بنسميها الفري راديكالز. دي جزيئات حره طبعا هي غير مستقره، بالتالي وجودها في البشره بيعمل بهتان، بيسبب ضرر للبشره. كل التلف والتجاعيد والمصايب اللي بتحصل للبشره بسبب الفري راديكالز اللي اتكونت نتيجه الاكسده اللي حصلت من سقوط الضوء على الزيوت اللي موجوده على البشره او السيبم اللي فرزتهولي. طيب يا دكتور هل في حل للفري راديكالز؟ ايوه، ان انا احط انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده او اخد انتي اوكسيدنت. الحل ده ان شاء الله هيكون في الحلقه الجايه باذن الله.